في صباح سبتمبر عام 480 قبل الميلاد، مع سقوط أثينا وتراجع اليونانيين، لم يبقى أمامهم سوى أمل واحد: قلب الموازين في مواجهة بحرية عظيمة. لكن كيف؟ في مياه مضيق سلاميس الضيقة، رأى القائد الأثيني العبقري ثيمستوكليس فرصته الذهبية، فوضع خطة محكمة لم تكن لتنفذ إلا بذكاء ودهاء فائقين. خطة هدفها واحد: استدراج الوحش الفارسي إلى فخ قاتل. تقدم الأسطول الفارسي الضخم الذي تراوح تعداده بين 600 إلى 800 سفينة عملاقة بثقة عمياء نحو الممر المائي الضيق، بقيادة الملك زركسيس نفسه وقادة محنكين مثل أريابيني الذي لم يهزم قط. وتراصت سفنهم الفينيقية على اليمين والإغريق الأيونيين على اليسار، وقلب الأسطول في المنتصف، يظنون أنهم في طريقهم لانتصار ساحق، بينما كان ينتظرهم الأسطول اليوناني الأقل عددا بكثير ب 376 إلى 378 سفينة فقط، تحت القيادة الملهمة لثيمستوكليس ويوريبيادس. الأثينيون على الجناح الأيسر والإسبرطيون على الأيمن، وبقية الحلفاء في المنتصف صامتين ينتظرون. ومع اقتراب الأسطول الفارسي الهائل، بدأت السفن اليونانية في تراجع محسوب وبطيء. لم يكن هروبا يائسا كما تصوره الفرس، بل جزءا أساسيا من خطة ثيمستوكليس العبقرية لجذب العدو إلى عمق المضيق الضيق، حيث تلغى ميزته العددية الهائلة، وكل حركة كانت دقيقة ومخطط لها لخلق وهم التراجع اليائس. بينما كان ثيمستوكليس يترقب اللحظة المثالية: هبوب رياح الصباح القوية العاتية التي ستعيق حركة السفن الفارسية الضخمة والثقيلة، وتغير تيارات المد والجزر التي ستصبح أقوى وأكثر تعقيدا في أوقات معينة. عندما دخلت السفن الفارسية المياه المحصورة والمتقلبة، انهار التنظيم الذي اعتادوا عليه في المياه المفتوحة، ووجدت سفنهم الضخمة صعوبة بالغة في المناورة، فبدأت تتكدس وتصطدم ببعضها البعض، محولة عددها الكبير إلى نقطة ضعف بدلا من قوة. فوضى عارمة بدأت تتشكل. وفي هذه اللحظة الفاصلة التي كانت تحدد مصير التاريخ، تحول اليونانيون ببراعة من التراجع إلى هجوم سريع ومباغت. سفنهم الخفيفة والأكثر مرونة والمجهزة برؤوس مدببة قوية كانت أكثر قدرة على المناورة في المياه الضيقة. فبدأت السفن اليونانية تدفع الخط الأول من المجاديف الفارسية بقوة إلى الخطين الثاني والثالث، مما زاد من حالة الفوضى والارتباك، لتصبح السفن الفارسية المتكدسة فخا قاتلا لنفسها. تلقى الفرس ضربات موجعة ومباشرة، وفي الجناح الأيسر اليوناني قتل الأدميرال الفارسي أريابيني في وقت مبكر من القتال، وكانت هذه ضربة قاسمة، حيث تركت القوات الفينيقية بلا قيادة فعالة. ومع اشتداد القتال، كانت السفن الفينيقية أول من بدأ في التراجع والفرار، فاستغل الأثينيون هذه الثغرة فورا وهاجموا الجناح الفارسي، مما زاد من انهيارهم. وفي منتصف المعركة، نجحت مجموعة من السفن اليونانية في تنفيذ تكتيك حاسم. اخترقت الخطوط الفارسية وقسمت أسطولهم إلى قسمين. هذا التكتيك زاد من ارتباك الفرس وشل قدرتهم على التنسيق، واستمر الوضع في التدهور بالنسبة للفرس طوال اليوم. ومع حلول الظهيرة، كانت السفن اليونانية الأيونية هي آخر من فر من ساحة المعركة. بعد أن تكبد الأسطول الفارسي خسائر فادحة، تراجع ما تبقى منه نحو فاليروم تحت مطاردة مستمرة من السفن اليونانية. في خضم هذا الانسحاب الفوضوي، شهد زركسيس من عرشه مشهدا أسطوريا. الملكة أرتميسيا من هاليكارناسوس التي كانت تقود سفينة فارسية، صدمت سفينة صديقة لها في محاولة يائسة للهروب من المطاردة اليونانية، وظن زركسيس أنها أغرقت سفينة يونانية. ويقال إنه علق تعليقه الشهير: لقد أصبح رجالي مساء ونساء رجال، في إشارة إلى شجاعتها ويأس رجاله. تشير التقديرات إلى أن الإغريق فقدوا حوالي 40 سفينة فقط، بينما تكبد الفرس خسائر فادحة تقدر بحوالي 200 سفينة. لم تكن هذه الخسارة مجرد خسارة في عدد السفن، بل كانت ضربة قاسمة لروحهم المعنوية وقدرتهم على إمداد جيشهم الضخم برا. بعد هذا الانتصار البحري الكبير، عبرت مشاة البحرية اليونانية إلى جزيرة بسيتاليا وقضت على القوات الفارسية التي كانت متمركزة هناك. أدرك زركسيس أن أسطوله قد تحطم، وأن الإمدادات البحرية لجيشه أصبحت مستحيلة.
لذا أمر الجزء الأكبر من قواته بالتراجع شمالا لحماية مضيق الدردنيل الذي كان طريق عودته الوحيد. وعلى الرغم من تراجعه ترك زريكسيس جزءا كبيرا من جيشه في اليونان تحت قيادة ماردونيوس على أمل استكمال الغزو في العام التالي. لكن معركة سلاميس كانت نقطة تحول حقيقية في الحروب الفارسية، فقد بنى اليونانيون على هذا الانتصار وهزموا ماردونيوس في معركة بلاتيا في العام التالي، مؤكدين بذلك استقلالهم وممهدين لعصر ذهبي للثقافة والفلسفة اليونانية.